في امريكا غاليه جدا، السنه معاك كانت واقفه على كام؟ طب احنا اتفقنا ان الدراسه في امريكا مش بالسنين، بعدد ساعات الدراسه. ففي حاجه اسمها كريدت اور اللي هي عدد ساعات الدراسيه. انت بتحتاج عدد معين من الساعات الدراسيه عشان تتخرج. فلو انت بتعمل مثلا شهاده بكالوريوس في كمبيوتر ساينس، بتحتاج 130 ساعه دراسيه. ممكن تخلصهم في سنتين، في ثلاثه، في اربعه، في خمسه، او في 10. دي حاجه ترجع لك انت. انا عملت ماجستير، فانا كان مطلوب مني 72 ساعه دراسيه عشان اخد الماجستير بتاعي. انا كان معايا فيزا دراسيه 5 سنين، فكان ممكن اقسم ال 72 ساعه دول على 5 سنين، فكل سنه اخد عدد ساعات معينه وافضل قاعد في البلد اطول فتره ممكنه. جم بعد كده غيروا القرار، قال لك انت لازم كل ترم تاخد على الاقل 12 كريدت اول عشان تفضل الفيزا بتاعتك شغاله. انا ما عملتش كده طبعا، انا خدتهم في اقصر فتره ممكنه عشان اخلص القصه بتاعتي وعشان ابتدي ادور على شغل واقدر اشتغل في اسرع وقت ممكن. فانا خدت ال 72 ساعه، كنت بدفع في الساعه الواحده $1600. والناس اللي كانت من جوه الولايه، اللي هم يعني هم ساكنين هنا وعايشين هنا، بيدفعوا $680 في الساعه. انا كنت بدفع $1600 في الساعه. اخدت 72 ساعه، اعمل انت الرياضيات بتاعتها واحسبها، هتفهم انا دفعت قد ايه في الماسترز بتاعتي. بلس ان على الفلوس دي كان في شويه مصاريف بقى في الجنب، اللي هي كتب وحاجات كده وحاجات للجامعه كنا لازم نعملها. وفي حاجات كنا بنشتريها زي ابلكيشنز بتفتح لنا اكسس لحاجات تانية. فدي برضو حاجات كانت مصاريف زياده، ولكنها يعني كلام فارغ مش كتير. الفكره الاكبر كانت في التويشن او في المصاريف الدراسيه. بس انا كده تقريبا فدتك في كل حاجه. فهمت انت كده الماجستير بكام، وعملت ايه، ودفعت ايه، وصرفت فين، وعملت ازاي. كل ده مجاوب عليه. وربنا يسهل لك الحال ان شاء الله.